السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم من جديد. معكم ياسمين من قناة لمسات سمسومة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة عمل كيكة الشوكولا اللي كتجي مع الكاو ناجحة 100%. ما كنحتاجوش اننا نطلعوا فيها البيض وبطريقة بسيطة جدا، وعلى الرغم من ذلك كيجي المذاق ديالها رائع ولذيذة بزاف، مع كريمة بمذاق هائل وسهلة التحضير بمكونات بسيطة. وكان سبق لي شاركت معكم طريقة عمل مجموعة من الكيكات المختلفة، غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو. وباش ما نطولش عليكم غادي نخليكم على المقادير وكذلك طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير فاحنا كنحتاجو بيضتان اللي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، نصف كأس عنبة من الزيت النباتية ما يعادل 118 مليلتر، كأس من الحليب ما يعادل 237 مليلتر، 16 غرام من الخميرة ديال الحلويات، 200 غرام من السكر ناعم أي سكر كلاصي، بالإضافة كيس من سكر فاني، و200 غرام من الدقيق الأبيض الناعم، وكأس ماء مغلي مع 3 ملاعق صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، و40 غرام من الكاكاو المر. ونبدأ على بركة الله بطريقة التحضير. في إناء أضع جميع السوائل، البيضتان والحليب بالإضافة للزيت، وكنحركو مع بعضهم مزيان حتى كيندمجوا فقط بالطراب اليدوي. ما كنحتاجوش اننا نطلعوا البيض، غير كنخلطوهم فقط. ثم كنبدا نزيد النواشف وانا كنغربلهم في نفس الوقت. عملت هنا السكر والكاكاو والسكر فاني وكذلك الخميره ديال الحلويات، وزدت عليهم واحد القبيصه صغيره من الملح. نسيت ما قلت لكم مع المقادير، المهم كنزيدها معاهم وكنغربل جميع هاد المكونات. بعد ذلك زدت الدقيق وتا هو كنغربلو. ضروري اننا نغربلو كل المكونات بحال اللي كتعرفوا كيكونوا فيهم الطروفه. بعد ذلك كنحركو مع باقي المكونات حتى كنحصل على القوام ديال الكيك. واذا بغيتو تستعملوا الطراب الكهربائي باش تحصلوا على نتيجه اسرع، انا غادي نستعملو في الاخير باش كنتاكد ان كل المكونات اندمجوا لي مع بعضهم. الان كنزيد القهوه سريعه الذوبان بحال اللي قلت لكم، عندي 3 ديال الملاعق صغار، ضفتهم على كاس من الماء المغلي وكنحركو مزيان حتى كتذوب القهوه. وكنستمر هنا بالتحريك، وفي هذا الاثناء شعلت الفرن فقط من الاسفل على درجه حراره 180. كنسكب الخليط في مول مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، وكندخلو الكيكان الفرن لمده نصف ساعه فقط، مشعول فقط من الاسفل حتى كطيب الكيكه. عاد كنشعلو لها من الاعلى، وبعد مرات ما كنحتاجوش اننا نشعلو لها من الاعلى، كطيب بيدها من فوقي. وبين ما يطيب الكيك غادي ننتقلوا نحضروا الكريمه اللي كتكون فوق الكيك. كنحتاجوا فيها 700 مليلتر من الكريم شانتي، الكريمه السائله. كنعملها في كاسرونه وكنعملها فوق نار مهيله حتى كتسخن. كنسخنوها مزيان، كنزولوها من فوق النار، ما كنخليوهاش حتى كتغلى. جبت هنا 400 غرام من الشوكولاته السوداء اللي ذوبتها في حمام مريم، كنضيفها فوق الكريمه وكنحركهم مع بعضهم مزيان. وهنا بطبيعه الحال الكريمه سخنت مزيان، عاد كنضيف فوق منها الشوكولاته. ثم كنجيب 300 غرام من الشوكولاته ديال الدهن وكنضيفها معاهم وكنستمر في التحريك. بطبيعه الحال كتستعملوا اي نوع من الشوكولاته بغيتو، كانت متوفره عندكم. وكنسكب الخليط في انيه وكنخلي منه فقط القليل في انيه اخرى صغيره اللي غادي نزين به من الاعلى من بعد. ومن الافضل عملوه في اناء كبير، انا في الاخير غادي نعمل هذا الخليط لي بزاف في اناء اكبر. ودخلته الثلج لمده نصف ساعه حتى كيبرد مزيان. والخليط اللي كندخلوه للثلج هو فقط اللي عملناه في هذا الاناء الكبير، اما الخليط اللي خلينا منه شويه فكنخليوه غير في شي مكان في المطبخ. هنا جبت الكيك بعد ما كيطيب، كنثقبو مزيان وهو باقي سخون بواسطه عود خشبي، وغادي نسقيه بالحليب. وكنخلي الكيك حتى كيتشرب داك الحليب وكيبرد في نفس الوقت.
ويمكن تسقيوه باي سيرو اخر، مثلا تسقيوه بالقهوه سريعه الذوبان. وهذا الكيك اذا بغيتو تقدموه بدون كريمه فهو كيجي رائع ولذيذ. هنا جبت الخليط ديال الكريمه والشوكولا بعد ما كيبرد، وغادي نطربو مزيان بالطراب الكهربائي حتى كيطلع وكيرجع القوام ديالو كريمي، باش كنكونوا حصلنا على واحد الكاناج اللي بمذاق هائل ورائع. هنا بحال اللي كتشوفوا بعد ما كيرجع القوام ديال الخليط بهذا الشكل هذا كريمي وكثيف، كنضيفو فوق الكيك وكنحاول نسكبو ونوزعو بواسطه سباتي او اي اداه اللي كتسهل عليكم العمل، ثم كندخلو الثلاجه حتى كيبرد ويتماسك. هنا بعد ما برد لي مزيان كنزينو بالخليط اللي احتفظنا به. اذا لاحظتوا انه برد ورجع قاصح كتسخنوه غير شي شويه. وغادي نزين كذلك بجوز الهند اي كوكو، وكنوزع هذا الخليط فوق الكريمه غير بالمهل باش ما كنخسرش الطبقه ديال الكريمه. وفي الاعلى غادي نرش شويه ديال جوز الهند. وبطبيعه الحال التزيين كيبقى على حسب الرغبه، يمكن تزينوا بالمكسرات بعد ما تهرمشوهم او تزينوا بلوز ايفيلي، المهم التزيين كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كيتقدم بعد ما كنخرجوه من الثلاجه بعد نصف ساعه باش كياخد درجه حراره المطبخ وكترجع له ديك التعليكه ديالو. كيجي الصراحه بمذاق هائل ولذيذ بزاف، ما تشبعوش منه. كنصحكم انكم تجربوه وكونوا اكيدين اذا جربتوه غادي ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. وما تنسوش اذا عجبكم هذا الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء والاقارب كي تعم الفائده. وكذلك اذا كنتم جداد في القناه فكيفرحني انكم تشاركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وهنا كنكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم. نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن، الى اللقاء.